بینەران و بیسەرانی بەڕێز دەر شوێنەکەن سڵاوتان لێبێت من کامەران حاج عومەر باسی ڕۆژتان پێشکەش دەکەم. باسی ڕۆژ ئەمڕۆ تەوەرێک شرۆڤە دەکات تایبەتە بە ڕەوشی ئێستای هەرێمی کوردستان و پەیوەندیەکانی نێوان یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و بزوتنەوەی گۆڕان هەروەها ڕەوشی ئێستای یەکێتی نیشتیمانی کوردستان. ئەم تەوەرانە لەگەڵ بەڕێز مامۆستا جعفەر ئەندامی پێشووتری مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان شرۆڤەی دەکەن. مامۆستا جعفەر بەخێر بێت بۆ کوردستان 24 و باسی ڕۆژ پێم باشە لە گرفتەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەوە دەست پێ بکەین. دیارە لە ڕابردوودا لە نێوخۆی یەکێتی نیشتیمانی کوردستاندا بەردەوام گرفتی نێوەخۆیی هەبووە، بەڵام ئەم جارە بە بەراورد لەگەڵ جارانی ڕابردوو زۆر جار باز دەکرێت گرفتی ئێستا سەختتر بێ و ئایندەی یەکێتی بەرە و ئاقارێکی دیکە ببە. خوێندنەوەی بەڕێستان. من پێم وایە ئەم وەزعی ئێستای کە یەکێتی نیشتیمانی پێ تێپەڕێ وەزعکە جیاوازە لەگەڵ بڵێن کاتەکانی تر ئەو یا قۆناغەکانی پێشووتر کە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان پێ تێپەڕیوە و من هیوادارم لەم قۆناغەش یەکێتی نیشتیمانی بە یەکگرتووی تێپەڕێت و هەموو هەوڵەکان بخرێنە کار بۆ ئەوەی ئەو یەکگرتووی بمێنێتە، چونکە پەرتەوازایی باڵباڵێن و ململانێ و ئەو سرعاتانی کە هەندێک جار ڕوئەدەن لە ناو حزبەکانە بێگومان بە قازانجی نەیەکێتی نیشتیمانی کوردستان و نە گەلی کوردستان. بەڵێ دیارە زۆر هەوڵ دراوە هەم لە نێوەخۆی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەم لە نێو هەرێمی کوردستان هەم لە دەرەوەی هەرێمی کوردستانیش بۆ نزیکردنەوەی هەردوو باڵی سەرەکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان. پێت وایە هۆکار چییە کە هەردوو لا ناگەن بە چارەسەر؟ ئەبێ لە ناو هەردوو لایەنەکە ئێرادە هەبێ، یعنی ویستێک هەبێ ئەو دوو لایەنە لە ناو خۆیانە بەرەو یەک بوون و نزیک بوونەوە و ینی بەرەوەی کێشەکان لە ناو خۆیانە حەلکەن. و من شخصی خۆم لە زۆر گفتوگۆی ترە لە مناسبەی ترە باسم کردووە پێویستە ئەو کێشانەی کە ئەمڕۆ هاتوونەتە پێشەوە لە ناو خودی ئۆرگانەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان چارەسەر بکرێن، نەک لە دەرەوەی لە دەرەوەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان یا بەو ینی بە شێوەی زەقکردنەوەی کێشەکان بە شێوەی توندکردنەوە یا گرژبوونەوە لە بەرامبەر یەکتردا بەو شەوانەیە من ناگەنە نەتیجە. کۆر دەگەر بێ هەر سەرکەوتنێک بەدەست بێنێ ئەبێ لە ناو خۆیە هەموو هێزە سیاسەکان بەستە نامە بەستم یەکێتی نیشتیمانی کوردستانی هەموو هێزە سیاسەکان ئەبێ هەوڵدن لە ناو یەکتریە کێشەکانیان چارەسەر بکەن و هەوڵ بدەن هەموو ینی گەلی کورد هەموو یەکریزی خۆی بپارێزێت و هەوڵ بدرێ کێشە و درز نەکەوێتە نێوان ریزەکانی گەلەکەمانە، چونکە لە ڕێگەی ئەو درزانەوە زۆر جار گەلی کورد تووشی زیانی زۆر گەورە بووە و تووشی وەزعێک بووە کە دوایی بەزەرەر بۆ هەموو گەلی کوردستان گەڕاوەتەوە. ئێمە گەرسەری تەجاربی ڕابردووش بکەین، هەر جارێک هەر شۆڕشێک یا هەر جوڵانەوەیە کە تووشی شکست هاتبێ ئەنجامەکەی ئەوە بوو، یعنی ئەنجامی ئەو شکستە ئەوە بووە کە لە ناو خودی ئەو جوڵانەوەیە لاوازی هەبووە، ململانێ هەبووە، درز هەبووە، لەو ڕێگەوە دژمنان توانیویانە کارێکی وا بکەن کە جوڵانەکە بەرەو شکاندن بەرن. بۆیە ئەبێ هەموو هێزەکان بخرێتە کار و هەموو توانایەکمان بخێنە گەڕ بۆ ئەوەی کێشەکان بەرەو هێوری ببرێت و هەوڵ بدرێ ئەو کێشانەی کە هەیە بە شێوەیەکی با بڵێن مۆدرن دیالۆگ بە شێوەی گفتوگۆکردن لەگەڵ یەکتریە کێشەکان بەرەو حەلبوون بەرێ نەک بنزین بەسەر ئاگرەکەی بکرێت. باش باست لەوە کرد کە هەردوو لا ئیرادەیان نییە بۆ چارەسەرکردنی گرفتەکان لە کاتێکدا لەتبوونی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان، ینی ئەوەندەی زەرەر بە خودی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەگەینێ کە وەک هێزێکی سەرەکی لە هەرێمی کوردستانە، ئەوەندە زیان بە هەرێمی کوردستان بە شێوەکی گشتی ناگەینێ. کەواتە بۆ چێو ئیرادەیە
ئەو ئیرادەیە نییە ئایا ئەمە پەیوەندیدارە بەوەی کە لە پێشوودا خودی جەلال تاالبانی هەبوو کە ئەو ئیرادەی دروست دەکرد هۆکار لەوەوە سەرچاوە دەگرێت کە نەبوونی ئەوە وای کردووە ئیرادە نەبێ؟ بێگومان یەکێتی نیشتمانی کوردستان ئەگەر سەیری مێژووی بکەی هەر لە گەڵ دروستبوونیە بێگومان چەند باڵک بووە چەند ینی سێ باڵ بۆی بەلایانی کەمەوە ئەو سێ باڵە هەرێکە هەوڵی داوە خەبات لە ناو یەکێتی نیشتمانی کوردستانە بکات و هەرێکەش سەرکردایەتی خۆی هەبووە پلانی خۆی هەبووە ڕێبازی خۆی هەبووە و هەندێک جاری زۆر جیاواز بوون ینی هەندێک جار جیاوازەکان لە ڕیزەکانی ناو یەکێتی نیشتمانی کوردستانە بخۆیان زۆر لەگەڵ یەکترێ جیاواز بوون و زۆر جار ململانێت توندیش لە نێوانیان هەبووە بەڵام بە شێوەیەکی ئاسایی بووە و توانراوە چارەسەری بۆ بکرێت من بێگومان نەموت ئیسا ئیرادە نییە لە ناو هەردوو ئەو دوو باڵەیە من پێم وایە وتم ئەگەر هەبێ معنای هەونێ کە نییە چونکە من ئەزانم لە ناو ئەو دوو باڵەیە هەردوو لە ئینسانی بێگومان تێکۆشەر و ئینسانی بەڵام مامۆستا جعفەر ینی ئەوەی لە واقعدا دەبیندرێ ینی جۆرە بێمنەتیەک لە سەرکردایەتی باڵی زۆرینەوە هەروەها ناوەندی بڕیاریشدا دەبیندرێ و ینی تا ڕادەیەکی زۆر سیاسەتەکان بە ئاقارێکدا دەڕۆن ئەو حزبە بەرەو جوداییدا بڕوە ینی بەڵگە دەینەوە بۆ سەر قسەکانی خۆم ناوەندی بڕیار بەیاننامەیەکی دەرکرد گوتی لەمە دووە هەر ڕێکەوتنێک لە نێو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بکرێت لەگەڵ هەر لایەنێک شەرعی نابێت بەڵام وەکو دەبینین ئەمڕۆ شانێکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان سەردانی کۆماری ئیسلامی ئێران دەکات. کەم دەنگەکەت پچڕا نازم گوێم لە پرسیارەکە نەبوو بە تەواوی جارێکی دیکە دووبارەی دەکەمەوە دەڵێم تا ڕادەیەکی زۆر بێمتمانەیی لە نێوان سەرکردایەتی هەردوو باڵەکەدا دەبیندرێ ینی لە بیرمانە ناوەندی بڕیار لە بەیاننامەکەیدا ئاماژەی بەوەدا بوو بۆ لە مەودووە ناکرێت یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هیچ ڕێکەوتنێک بەبێ ڕەزامەندی هەردوو لە ئیمزا بکە جێبەجێ بکە بەڵام ئەمڕۆ دەبینێن یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە تایبەت باڵی زۆرینە شاندێک ڕەوانەی کۆماری ئیسلامی ئێران دەکات. مەسلەی پیشاندانی بێمنەتی ڕەنگە لە قۆناغێک لە قۆناغەکانە چەند کەسێک یان یەک کەس دوو کەس جۆرێک لە بێمنەتی پیشاندا بێ بەڵام لە پاش کۆبوونەوەی 15 ئۆکتۆبەر کۆمەڵک بڕیار درا بڕیاری من پێم وایە بڕیارەکان زۆر باش بوون و هەوڵدرا بە ئاراستەیە کە برینەکان ساڕێژ بکرێت نەک برینەکان قوول بکرێتە چکە قوولکردنەوەی برینەکان خراپترە و هەوڵدرا حتا یان یەکێک لەو ئاماژانەی کە ئەبێت جەختی لەسەر بکرێتەوە ئەوەیە کاڵێ ئەتوانرێ بڵێن لە کۆبنەوەکانی داهاتووە کە کۆسرەت خۆی بڵێن بانگی ئەندامانی تر بکە بانگێشتیان بکە بۆ دانیشتنی کۆمیتەی سەرکردایەتی و لەوێ خۆی سەرکردایەتی کۆبنەوەکان بکە و سەرۆکی بڵێن دانیشتەکە بێ ئەوە بەڵگەی ئەوەیە کە ئەو لایەنەکەی تر دەستی لەم لا نشتووە و بێمنەتیشی ئەسڵەن پیشان نەداوە و ئەگەر وەکو وتم لە یەکێک کەسێک تەسریحێکی دابێ هەندێک جار هەیە یەکێک لە ئەو برایانە مەسەلەن بەغەڵەت لە ئاماژەکان و لە بۆچوونەکانی ئەم لە ئەولاد بەغەڵەت لە یەکتر تێگەن و ئەوە بێتە هۆی ئەوەی کە ئەو تەفاهمە بەغەڵەت تەفسیر بکرێت و یەکێک تەسریحێک بدا کە بە قازانجی ئەسڵەن یەکێتی ئەو باڵی خۆشی نەدا بۆیە من پێم وایە ئەو جۆرە تەسریحدانە ئەو شێوە یعنی ئەوانەی کە بەرپرسن نەک کەسێکی وەک من کە خۆم بەڕاستی بە کەسێکی ئەکادمی و هەوڵ دەم شیکاری بکەم من تەسریح نادەم بێگومان لەو دانیشتنەیە و من پێم باشە ئەو شێوەیە کە بڵێن لە 15 دا ئەو کۆبنەوە کرا و قسە کرا ینی بڵێن بڕیاری کۆبنەوەکە دەرچوو کە من پێم وایە کۆمەڵک بڕیاری باشاندا و پێم باشە هەردوو لا زیاتر تەکید لەسەر ئەو کۆبنەوەی 15 ئۆکتۆبەر بکەنەوە چونکە تەسەورەکەم لە پەیوەندەکانە وەرچەرخانێک هەبوو مەسەلەن وەکو نمونە ئێڵێم هەر ینی
يعني ئەو برایانە کە کۆبنەوەکەیان کرد کە ژمارەم باوەڕکەم 34 کەس بووە کە خەڵکی تریش نەهاتووە بێگومان لەوێ تاکید کراوەتەوە ئەڵێ ئەبێ سەرچاوی داهاتەکان هیچ نەبێ بەکراوەیی لە بەردەم هەموو کۆمیتەی سەرکردایەتێ بێ و لە ناو ئەو ینی کۆبنەوەکان لە بەردەم کۆمیتەی سەرکردایەتی هەرچی داهات هەیە هەموو ئاشکرا بکرێەوە هیچ شتی شاراوە نەبێ تەنانەت یەکێکی وەکو کاقوبات کە جێگری سەرۆکوەزیرانە ئەبێ ئەویش ئامادەی کۆبنەوەکان بێ بۆ ئەو مەبەستە بێگومان و ئەبێ لە بەردەم ئەو لژنەیە لە بەردەم کۆمیتەی سەرکردایەتی هەرچی شت هەیە ینی بخرێتەوە ئامادەکە بۆ مامۆستا جعفەر ینی هیچ شارا نەمێنێت. بەڵێ باشە ینی ئەگەر زێدەتر ڕوونتر قسە بکەین دیارە لە ئەنگرانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و تەواوی خەڵکی هەرێمی کوردستان چاوەڕێی چارەنووسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەکات وە پێم وایە ئومێدیان ئەوەیە کە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دابەش نەبێ و یەک بگرن بەڵام ئەگەر بەڕوونی قسە بکەی بۆ چوونی بەڕێستان بەو پێیکە بەڕێستان ینی مێژوو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە لاتان گەڵاڵە بووەوە ئەندامی مەکتەبی سیاسی و حزبەش بوونە. پرسیارەکەم من لێرەدا ئەوەیە ئایندەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ینی چۆن دەبینی؟ ئایا بەڕاست ئەو دوو لایەنە دەگەن بەڕێکەوتن یاخود ئەوەی کە ئێستا ڕوودەدا ینی ئامادەکاریەکە بۆ دروستبوونی دوو حزب لە ئایندەدا؟ خۆی ئەبێ هەموو توانایك بخرێتە گەڕ بۆ ئەوەی ئەو درزە بچووکتر بێتەوە نەک درزەکە گەورەتر بێتەوە و خەڵک هەموو وانی گەلی کورد ئاواتەخوازی ئەوەیە کە بڵێن نەبێتە ململانێ و دوو بەرەکیکی زۆر بەهێز و کە زەرر بە هەردوو لا بگەێنێ بە هەموو گەلی کورد بگەێنێ بە تایبەتی ئێمە لە سەردەمێکە ئاژین ئەم سەردەمە ئەتوانێت لە کێشەکان لە ڕێگەی دیالۆگۆ حەل بکرێ ینی کۆتایی دنیانی ئەگەر بڵێن دەستەیەک لە ناو حزبێکە بیوڕای جیاوازی هەبوو مەسەلەن زۆر جا لە ناو بزوتنەوە سیاسەکان بە شێوەی تونند و تیژە بە شێوەی زەبروزەنگ بەکارهێنراوە بۆ چارەسەری ئایا مەترسی ئەوە هەیە پەنا ببردرێتە بەرزەنگ و زەنگ هێز بۆ یەکلاکردنەوەی ئەو کێشەیە؟ نا من مەبەسم لەم شرکەیەکە قسەکەم کرد ڕاستی مەبەسم سەوزەکانی ئەڵمانیا مانێ و تەجروبەی ئەوانم لە بەرچاو بوو کە جاران زۆر جار بێمنەتی خۆیان پیشانەدا بەرامبەر یەکتر مەسەن گروپێکە ویست بچێتە دەرەوەی سەوزەکان من چووکە پێشتر ئەندامی سەوزەکانی ئەڵمانیا بووم ئەو کاتێک کە لێ بووم سیرمە کرد کە سەرەتا مەسەن گروپێکە چوە دەرەوە ئەمەکان ئەو پەڕی بێمنەتی خۆیان پیشانەدا بەس پاشان خۆیان هەر خۆیان گەیشتە قەناعەتێک کە ئەم هەموو خەڵکە کە لەو حزبە جا بێتەوە لە ئەنجام ئەو حزبە لاوازەکە سومعەتی حزبەکە تێکەچێ و ئەو حزبە ئەبێتە ینی کێشە گەورەی بۆ دروستە بێ بۆیە بیریان لەوە کردەوە لە ڕێگەی تر بدۆزنەوە مەسەنەن هەندێک ڕێوشێنیان گرتە بەر بۆ ئەوەی لە داهاتووە ئەگەر هاتوو جیاوازی و ناکۆکی ڕوودا بە شێوەیەک چارەسەری بکەن و من شخصی خۆم ینی زۆر معجبی ئەو طریقی ئەوان بووم کە لەو ساوە کە بڵێن لە هەشتاکان بە دواوە ئەتوان بڵێم لە دوای نەوەدەوە ئیتر شێوەی جیاوازی هەیە لە ناو سەوزەکان بێگومان بەڵام نەگەیشتۆتە ململانێ و ملیەکتر شکاندن. باشە کەواتە گفتوگۆ بە تاکە چارەسەر دەبینی بۆ بارودۆخی ئێستا یەکێتی نیشتیمانی کوردستان وەک دەزاندرێ ئەوەی بەڵێ ئەڵم باشترین شت ئەوەیە کە وەکوتم لە کۆبنەوەکەی 15 ئۆکتۆبەر ئەو نقطەی خراوەتە بەرچاو بێگومان ئەو نقطەی خراوەتە بەرچاو کە ئەو برایانە بێنەوە بە ناو کۆبنەوەکان لە ناو کۆبنەوەکان هەوڵی ئەوە بدرێ هەرچی خلاف و جیاوازیەکان هەیە هەوڵ بدەن لە ناو کۆبنەوەکانە باسی بکەن و لە ناو ئۆرگانەکان یەکێتی حەلی بۆ بدۆزرێتەوە نەک لە دەرەوەی ئۆرگانەکان بۆیە من شخصی خۆم پێم باشە هەر لە ناو ئەو کۆبنەوەکانی سەرکردایەتی و دوای ئەگەر کۆبنەوەی فراوانتریش بکرێ مامۆستا جعفەر هەندێک کەس دەڵێن ینی کێشە و گرفتەکانی نێوان هەردوو باڵ ئەوەندە قۆڵ بۆتەوە ینی چارەسەرکردنی تێدا زەحمەتە
يعني بۆ نمونە لە ناوچەیەکدا ینی بەرپرسی مەڵبەندێک لە باتی یەک بەرپرسی هەبێت چەندان بەرپرسی هەیە ئەندامی کۆمیتێک لە باتی یەک ئەندامی هەوێت دوو ئەندامی هەیە دەیان ئەندام هەیە یعنی تەنانەت کێشە لەسەر تەواوی دامەزراوەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە کە زۆر جار دەگوترێت لە ڕێگای تەزکیی حزبیەوە ئەو کەسانە بوونەتە ئەندام و بوونەتە بەرپرسی مەڵبەندەکان ئەمانە وای کردووە کە تەنانەت لە مەسلەی کۆنگرەشدا گرفت دروست بێت کە زۆر جار ینی پێشنیاز دەکرێت کۆنگرە ببێتە چارەسەر بۆ گرفتەکانی ئێستا یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەڵام لەسەر ئەندامانی کۆنگرەی یەکێتیش گرفت هەیە. من نازم لەکوێ دوو مەسئول مەڵبەندە لە شوێنێک و نەبیسوە من شتیوە زۆر جار وەکو ئێمە جێبستی دەبین چەند کەسێک ینی بەرپرسی مەڵبەند هەیە بەڵام بە هەمان ناونیشان بە هەمان دەستەواژە خەڵکی دیکەش هەن هەر بە هەمان پلەن بە هەمان شتن موچە وەردەگرن و بەرپرسیارەتیان هەیە ینی بەپێی ئەندامانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان خۆیان باسی لێوە دەکەن. تۆ بێ ینی بەڵگەیەکم بۆ بینیتەوە یان نمونەیەکم بۆ بینیتەوە کە بڵێ لە فڵان شوێن بۆتی ڕوونکەمەوە کە ئەوە وایە وانە چکە تو بەبێ بەڵگە شتێکەڵەی یان مەسەن نمونەیەک ناتوانانی بینیتەوە بۆ من نازم ناتوانم قسەی لەسەر باشە کەواتە تۆ دەتوانی ئەوە بیسەلمێنی کە لە تەواوی مەڵبەندەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کەس بە تەسکێ نەبۆتە ئەندام؟ من ئەوەش ئەزەی چۆنە لە هەندێک کێشەی ناوێکێتی هەیە هی ئەمڕۆ نییە هی دوێنێش نییە هی سەردەمانێکی کۆنترە بێگومان یەکێتی وەکو هەموو حزبەکانی ئەو دنیای هەڵی تێکراوە یعنی من تەنانەت لە ئەحزابی ئەوروپی زۆر جار بینیمە هەر ئەو حادیسەیە توانم بۆت باسکەم کە وەختی خۆی ڤیلبراند ڕۆیشت کچێکی یۆنانی بوو هێنای پلەیەکی زۆر گرنگی پێدا لە ناو حزبەکەیە ئیتر لە ناو حزبەکە وەکو شۆڕشێک ڕوویدا دش بە براند و ناچار براند لە سەرۆکی حزبەوە کرایە سەرۆکی فەخری حزبەکە و بێگومان نیانێشت ئەو کچە ئەو پلەیە ببینێ من مەبەستەکەم ئەوەیە لە ئەحزابی ئەوروپی هەندێک ڕوودا و ڕوو ئەدەن کە ئەتوان چارەسەری بکەن بەس لا ئێمە بێگومان زۆر ئیسە من ئەگەر بڵێم ئەو یەکێتیە حزبێکی وا مۆدرن و حزبێکی سۆسیال دموکراتی عیار 24 و هیچ هەڵەیتیانە هیچ کەم و کورتیتیانە ئەمە مبالغەیە خەڵکیشەگەر ئەو قسێ بکەم من ڕازگۆی خۆم لە دەست دەرەکەم نامێ قسە زۆر باشە مامۆستا جعفەر ئەندامی پێشووتری مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ لە شاری سلێمانیەوە لەگەڵمان بووی دووبارە زۆر سوپاست دەکەین. بەڵێ بەڕێزانم وەکو پێشتر بەڵێنمان پێدابوون گرتە ڤیددیۆیەکانی ئەنجومەنی ئاسایشی هەرێمی کوردستان کە تایبەتە بە کوردستان 24ەوە بۆ دەگیرکردنی دان پێدانانی تەواوی تیرۆرستان کە لە ڕووداوەکانی شاری کەرکووک لە هەفتەی ڕابردوو ئەنجامیاندا بوو دەقی دان پێدانانی تیرۆرستان لەم گرتە ڤیددیۆیەدا بۆتانی دەخەینە ڕوو. هاي مركز شرطة عرفة. لا ساحة طيران كركوك. لا هذا ما يفيد الله عنه. هذا قصب همينا يكون بس خوش مكان والله. بس تدري أرقى مكان مسيطر حتى شوف في هذه النقطة إذا خلينا فيها 5 أفراد حيل زين بإذن الله.
اسمي أكرم طه عيدان أحمد الدليمي، من سكنة كركوك حي النصر، مواليدي 1996. أعزب، أداوم كلية الإمام الأعظم الجامعة مرحلة ثالثة. انتميت للتنظيم سنة 2015. تسلمت منصب الأمير الأمني داخل كركوك سنة 2016. كان عندي أخ اسمه مصعب، ينتمي إلى تنظيم الدولة الإسلامية، اللي هو قبل فترة قتل في عبوة بالخطأ. جاني أبو عبد الرحمن قبل حادثة دخول مسلحين الدولة الإسلامية إلى كركوك تقريبا بأسبوعين. إجاني كلفني بمهمات، منها حدد لي نقاط في كركوك أن أصورها، وبالفعل التصوير كان عن طريق استطلاعين. أول استطلاع خرجنا أنا وأبو عبد الرحمن وأبو سامي بسيارة ابن عمي عبد العزيز، واستطلعنا للمكان بالفعل، ما عرضنا أي عارض. ثاني استطلاع كذلك، بس أنا وأبو عبد الرحمن هم استطلعنا المكان بسيارة ابن عمي، طبعا نفسها نيسان مجزمة. فاستطلعنا المكان، فرجعت للبيت ورا كم يوم، ورا فترة، اجى علي أبو عبد الرحمن قال لي لازم تجي وياي للمعارض. رحنا للمعارض، اشترينا كية دبل قمارة زرقاء، كركوك العقد صار باسمي طبعا. اشتريناها ورجعنا للبيت، اللي هو كان يوم خميس، يوم الخميس قبل الهجوم بيوم. رجعنا للبيت، فبالليل خابرني، قال لي أبو سامي قال لي سيارتك حاضرة، حدد لي مكانها. رحت للمكان، سيارة متشودرة كامل. قال لي أخذها والحق وراي. لحقت طبعا وراه بالفعل. وصلت إلى نقطة اللي هي الخندق الأمني الخاص بمدينة كركوك من جهة هياكل دوميز. رحت هناك، لقينا المسلحين كلهم هناك حاضرين جاهزين، فصعدناهم بالسيارات، سيارتي وسيارة السيارة الأخت كانت موجودة. جهزنا السيارات، انترست السيارات، نقلناهم. حددوا لي مركز دوميز. رحت المركز دوميز، صراحة ما اندليت نص الطريق، ورجع علي أبو سامي أخذ السيارة هو وصلهم، وأنا رجعت للبيت. تابعت الأمر تليفونيا. بعدها رجعت للبيت، تابعت الأمر تليفونيا من صباح يوم الجمعة لحد مساء يوم السبت. طبعا المساء يوم السبت ألقي علي القبض من قبل قوات الأسايش في كركوك. أنا عبد العزيز محمود عيدان أحمد الدليمي، من كركوك، من ناحية ليلان قرى حسن، متزوج، مواليد 1995. طالب في كلية الإمام الأعظم مرحلة ثالثة. انتميت للدولة الإسلامية ولاية كركوك عام 2016. قبل أحداث كركوك بعدة أيام اجى علي أكرم طه عيدان، هو ابن عمي وهو منتمي للدولة الإسلامية ولاية كركوك أيضا، وطلب من عندي سيارتي الشخصية اللي هي نيسان مجزمة لغرض تصوير الأهداف المراد الهجوم عليها. فأنا انطيت السيارة، وبعد الهجوم بيوم قوات الأسايش ألقت القبض علي. اسمي عبد الرحمن فاضل عبد الرحمن محمد العزي، مواليد 93، من سكنة كركوك 1 حزيران، متزوج. بايعت الدولة الإسلامية سنة 2015. بعدها بفترة جاني أمر من أبو إسلام من الحويجة أن أصير أمير المالي والإداري داخل كركوك. لكوني أمير المالي والإداري داخل كركوك، يجيني فلوس من أميري أبو إسلام لأوزعهن على
العوائل داخل كركوك اللي عندهم قتلى. بعدين لكوني أمير المالي والإداري داخل كركوك يجيني فلوس من أمير أبو إسلام واتصال همين، قال لي توديه إلى شخص اسمه خلف الملقب أبو أنس، قال عنده عملية انتحارية يسويها داخل مدينة أربيل. بعدها أمرني أبو إسلام اللي هو أميري، هو داخل الحويجة، أمرني أن أحرق المحلات داخل كركوك يعني غرض نسوي بلبلة داخل كركوك. فحرقنا المحلات أني وأبو هالة اللي هو طارق. بعدها أمرني أمير أبو إسلام أن نقتال شخص اللي هو اسمه علي لكونه يداوم بسواد. أني وأبو هاجر طبعا بسيارته التاكسي كانت، أنا كنت أسوق بالسيارة وقاعد وياي أبو هاجر، فقتل بالمسدس الكاتم. بعدها أمرني أمير أبو إسلام على الاستطلاع، قال عندي عملية أريد تستطلع لي على الفوج مال الطوارئ، طبعا داخل كركوك بحزيران، قال تستطلع لي على الفوج مال الطوارئ كامل. استطلعت على الفوج وارسلت له المعلومات كاملة. فبعدها بيومين خابرني أمير أبو إسلام، قال أريدك تروح لي اليم شركة طارق، يعني بسيارتي اللي هي كانت كيا حمل زرقاء. رحت بسيارتي على شركة طارق لأجيب مسلحين من شركة طارق. لما وصلت هناك لقيت عدد من المسلحين كان ما يقارب عددهم إلى 200 تقريبا، ولقيتهم 4 سيارات كيا حمل. أخذت عدد من المسلحين بسيارتي وديتهم إلى راس الجسر يم المديرية القديمة. نزلت المسلحين انتشروا داخل يم راس الجسر، فأنا رحت على البيت. وصلت البيت، من وصلت البيت لقيت 4 جنط اللي هن مرميات بالبودي مال السيارة، لقيت بيهن اعتاد. أخذت الجنط فدفنتهن بالحوش، يعني عندي رمل بالحوش، دفنتهن بالرمل خليتهن. ظليت باتصال وياهم، على اتصال وياهم ويا الأمير أبو إسلام. بعدها يوم السبت جت قوات الأشايس واعتقلتني. اسمي عبد الرحمن فاضل عباس محمد، من عشيرة العبويت، متزوج، عندي 3 أطفال، مواليد 1980، ساكن بكركوك، منطقة العمل الشعبي. بايعت أبو أحمد سنة 2014 قبل أحداث كركوك والدبس. خابرني أبو أحمد يوم الخميس، قال تطلع لنا طريق من كركوك إلى الدبس. استطلعت للطريق، قلت له الطريق آمن وجيد جدا ماكو شيء. ثاني يوم الجمعة صار الهجوم إلى محطة كهرباء الدبس وتفجروا بالمحطة. ويوم السبت تم إلقاء قبض علي من قبل قوات الأشايس. إني خضر موسى عباس محمد الجبوري، مواليد 1992، متزوج وعندي طفلة واحدة.
انضميت إلى الدولة الإسلامية 2014 ولاية كركوك عن طريق محمد حسين ملقب بحمادي أمير فيها الحويجة. قبل اقتحام الدولة الإسلامية إلى كركوك ب5 أيام جاني حمادي للبيت معاه شخص اسمه أياد، اسمه الحقيقي مازن الملقب بأبو إسلام. قالوا لي وصلنا للساتر اللي يم شركة طارق، عندي ماطور وصلتهم الماطور اللي يم شركة طارق. حمادي خبر أخوه أحمد اللي من ضمن الدولة الإسلامية، احنا هناك لقينا أحمد موجود. أنا رجعت الفجر، رجعت للبيت، خابرني العصر حمادي قال تروح تجيب لي عبد الرحيم المنضم إلى الدولة الإسلامية كيدا عنده قلابة لينقل بها جنود الدولة الإسلامية. رحت جبت له عبد الرحيم بطريق بغداد قرب حلويات أبو شيماء. أخذ حمادي أخذ عبد الرحيم راحوا يتمشون، بقينا قاعدين أني وأبو إسلام اسمه مازن الحقيقي. ربع ساعة اجاني حمادي ويا عبد الرحيم قال لي وصل عبد الرحيم للبيت. رحت واتصلت عبد الرحيم البيت وطلعت للبيت. ثاني يوم الصبح الساعة 10 خابرني حمادي قال لي تروح تجيب لي عبد الرحمن اللي من ضمن الدولة الإسلامية في حزيران، كودهن عنده كية لينقل بها جنود الدولة الإسلامية. رحت جبت له عبد الرحمن، التقينا بالمعارض. حمادي كان واللي عارفه معها هو اسمه رائد. أخذ عبد الرحمن راحوا بالكية. أنا رجعت للبيت. يوم الخميس العصر خابرني حمادي قال لي اليوم تجيب الكية مالتك بالداخل كود تنقل بها مسلحين جنود الدولة الإسلامية. الكية اللي هو اشترى لي إياها حمادي اللي انطاني مبلغ 75 ورقة لاقتحام كركوك من قبل جنود الدولة الإسلامية. خابرني العصر قال لي اليوم لازم تطبق الكية مالتك للداخل. قلت له الكية مالتي عطلت. بقيت أني بالبيت. الصبح دخلوا اقتحموا كركوك جنود الدولة الإسلامية. وراها بيوم تم إلقاء القبض عليه من قبل قوات الشايس. أنا أحمد حسين عبد الرحمن محمد العزي، عام مواليد 1992، أسكن في كركوك حي العسكري. انتميت إلى الدولة الإسلامية في عام 2016 عن طريق أخي محمد اللي هو أمير بالدولة الإسلامية في الحويجة الملقب حمادي. من قبل الأحداث مال كركوك خابرني خضر قال تعال بغرناطة. قلت له قال تعال على غرناطة. فرحت على غرناطة لقيت خضر قاعد ويا حمادي. فمن حمادي قال اجي اصعد وراك، صعد وراي حمادي وديته يم حلويات شيماء بطريق بغداد. حمادي كان مسلح فنزلته هناك عاد صعد ويا خضر وراح. انا رجعت للبيت نفس اليوم اجى حمادي بات يمي بالبيت وثاني يوم راح. فوراها بفترة خابرني خضر اللي هو منتمي للدولة الإسلامية مع حمادي. خابرني خضر قال تعال اخذ حمادي من يم شركة طارق وديه داخل كركوك وديه بطريق بغداد. ودي حمادي كان مسلح، وديت حمادي بطريق بغداد. اجى خضر عليه اخذه وراح.
عاد من صارت الأحداث مال كركوك الأخيرة من طبوا الدولة الإسلامية، يوم الجمعة كان حمادي بايت يمي، فالصبح راح وثاني يوم تم إلقاء القبض عليه يوم السبت من قبل قوات الأشايس. اسمي عبد الرحيم أحمد عبد الله ياسين العزي، سكنة كركوك، أسرى مفقودين، متزوج، مواليد 85، بايعت 2009 كنت عن طريق الجيش النقشبندية، و2015 بايعت الدولة الإسلامية ولاية كركوك عن طريق حمادي. وراها حمادي أمير في الحويجة دخل إلى كركوك. خابرني عن طريق شخص طلب من عندي أن أزودهم بقلابات لنقل جنود الدولة الإسلامية لداخل كركوك. فثاني يوم غيروا الفكرة، اشتروا هم بطريقتهم الخاصة عن طريق جماعة زودتهم بموبايلات وسيم كارتات. وثاني يوم ظلينا نتابع الموضوع، قوات الأشايس جوت القبض عليه. اسمي علي حسين حمد إبراهيم الجبوري، متزوج، سكنة كركوك، حي العروبة. بايعت الدولة الإسلامية سنة 2015، فبايعت الحمادي، لقب حمادي، هو اسمه محمد. في حادثة كركوك يوم الجمعة والسبت من اجى حمادي نفسه عليه يوم الجمعة المغرب حدود 6 إلا ربع، ويا قبل ذا المغرب ربع ساعة تقريبا، طو بيتي. قالت اجي من حالين اثنين بعد ما قدرت اجيهم من وراء منطقتك، الاوضاع الناس يشوفونهم، فخليتهم غير بيت، خليتهم بيكل قريب على دارك، فراح ابقى يمك. بقى ثاني يوم السبت تغدى يمي، واتصل باعضاء اللي يعرفهم هو يعني داخل منظومة مالته، فمشى ورا ما كمل اتصالاته. من كمل لجنة قوات الأشايس بالير وقال القبض عليه. اسمي مهند إبراهيم علي مصطفى الدليمي، مواليد 1984، متزوج، أسكن في قرية يارمجة كركوك. انتميت للدولة الإسلامية 2015 في كركوك عن طريق أخي رائد اللي هو أمير بالحويجة. قبل فترة جاني رائد كان جايب وياه حزام ناسف ومسدس وعبوات، طلب مني نحفر حفرة وندفنهن داخل البيت، داخل حوش البيت. حفرنا الحفرة ودفناهن، وظلن ما يقارب تقريبا أسبوع. جاني مرة ثانية رائد، هم كان جايب وياه عبوات، وطلب مني نروح أذن العبوات نزرعهن على بوري نفط بين ليلان ويارمجة. رحنا أنا ورائد، كنت أنتظر رائد بنص الطريق، راح زرع العبوتين، زرعهن على البوري النفط ورجع. بعدها بيوم عرفنا بين العبوتين ما طقن، راح نفس الطريقة رائد زرع العبوتين وانفجرن. قبل فترة جاني رائد قبل أحداث كركوك، خابرني، هو كان بالمعارض ينتظرنا أنا وعاصم، عاصم زوج أختي اللي هو منتمي للدولة الإسلامية. أخذت عاصم ورحنا للمعارض، كان ينتظرنا رائد بالمعارض، كان طلب منا ناخذ قلابتين، كان جايب فلوس ما يقارب 2.5 دفتر. نجيب قلابتين من المعارض نجيبها ليارمجة، كان عنده شغل بيهن، يجيب مسلحين من الحويجة إلى كركوك. ودينا القلابات إلى يارمجة، كنا ننتظر الأوامر من رائد راح طلع من يمنا. وراها اتصل بي رائد، كان جايب أكل ومي وشرب، هذا قبل يومين يعني، وريالات 2. طلب اتصل على عاصم، نروح انا وعاصم
إلى رائد، كان ينتظرنا نفس الطريق شركة طارق، نفس الطريق الخندق مال شركة طارق هناك كان ينتظرنا. كان يتصل اتصال رائد الساعة 10 بالليل من المسلحين بأن ناخذ القلابتين نروح ننقل المسلحين. جاء اتصال للرائد، أخذنا القلابتين، كنا صاعدين أنا ورائد قلابة الأولى والقلابة الثانية عاصم. رحنا للسيطرة مال تازة اللي هي يم معامل بلوك. كان موجودين المسلحين ما يقارب إلى 200 مسلح، من ضمنهم أيمن ابن أخوي عرب اللي هو منتمي للدولة الإسلامية. سويناهم وجبتين، يعني وجبة الأولى راحت ووجبة الثانية كذلك. رجعت القلابتين أخذت وجبة الثانية، هم نزلناهم يم الساتر شركة طارق. ورائد كان وياهم اللي هو من ضمن المسلحين، مسلحين الدولة الإسلامية، ظل وياهم يقاتل. انسحبنا أنا وعاصم، انسحبنا انسحبنا ورا ساعتين فتشنا القلابة، لقينا عبوة وطلقات بنص القلابة، أخذناها وذبيناها خارج القرية ورجعنا. بعدها بالليل اتصل بي إبراهيم ابن عمي، هو أخو عمر اللي هو منتمي للدولة الإسلامية، أمير بالحويجة. كذلك عمر منتمي للدولة الإسلامية. اتصل بي قال أخوك قتل بالمعركة، وطلب منا ناخذ بطانيات ومي وأكل نودي للمسلحين لقرية معامرة. كانوا محصورين هناك، كان من ضمنهم أيمن ابن أخويا. ودينا الأكل والمي أنا وعمر ورجعنا. بعدها ورا ما رجعنا بيوم تم القبض علينا من قوات الأشايز. الاسم عاصم حسين علي مصطفى، مواليد 1974، متزوج، ساكن قرية يارنجة، عشيرة دليم. بايع الدولة الإسلامية سنة 2016 لواية كركوك. خابرنا رائد وأمرنا اللي هو خال جهالي وأمير في الحويجة بشراء قلابتين. رحنا أنا ورائد ومهند على المعارض، اشترينا قلابتين، دفعنا فلوسن وديناهن وين؟ يمنا بيارنجة. خليناهن قبل العملية بيومين. يوم العملية اجى رائد دخل الساعة 10 بالليل، طلعنا على المسلحين من طريق اللي يروح على تازة وعلى طريق بغداد يم معمل جير. هناك المسلحين حملناهم قلابتين ورجعنا على الطريق نفسه من تازة على تبليط وعلى الترابي اليم النفق اللي نفق الأمن الكركوك. عددهم ما يقارب 200 مسلح. وصلناهم، رجعنا لنا خطرة الثانية، شلنا وجبة الثانية، شلناهم، طلعنا على نفس الطريق على تازة وعلى يارنجة وعلى الترابي وعلى سال تبع على طريق الأمن، حفر الأمن القديم مال كركوك. رجعنا على البيت ثاني يوم السبت، لقيت ثاني عبوة بسيارتي، مهند لقى طلقات، جمعناهن شلناهن ذبيناهن ما يقارب كيلوين عن البيت، ذبيناهم بالتشول. رجعنا على البيت بالليل، قام القبض علي قوات الأشايس. أنا عمر عبد الله علي مصطفى، من مواليد 1997، من سكنة كركوك قرية يارمجة، وأنا طالب أعزب. بايعت الدولة الإسلامية سنة 2015 في ولاية كركوك، وعملت في الداخل قاطع كركوك، وشاركت بهاي العملية مال كركوك، مال اقتحام كركوك. وكان عندي أخ اسمه إبراهيم، اللقب مالته حمزة، هو حاليا موجود مسلح في الحويجة. وأمرني بذاك الوقت بأن
آخذ الأكل والأرزاق والطعام إلى مجموعة من المسلحين اللي شاركوا بعملية كركوك. كانوا محاصرين قريب من قريتنا، قرية يارمجة. فوديت لهم الأكل والأرزاق ويا ابن عمي مهند، كذلك هو أمرني بأن آخذ ابن عمي وياي مهند ونروح نودي لهم. فودينا لهم الأكل والأرزاق ورجعنا عادي طبيعي للبيت. وكذلك عندي أخ اسمه حسين قتل في عملية انتحارية. ثالث يوم من العمل بعد أحداث العملية، ثالث يوم تم إلقاء القبض عليه من قبل قوات الأسايش. أنا ليث فلاح نعمة أحمد الجبوري، مواليد 90، ساكن في قرية مراطة الكبيرة. في 2014 انتميت للدولة الإسلامية في ولاية كركوك. في العسكر جاءنا أمير ديوان الجند والانغماسيين، قال لي حضر نفسك. أنا في قرية مراطة، فجاني حضرت نفسي، خذوني إلى السيحة، صعدونا مجموعة احنا ورحنا إلى الحويجة، وصعدنا مجموعة أخرى إلى الرياض، وصعدوا مجموعة أخرى. كل ما نصل منطقة يزودون مجموعة، وإلى وصلنا بيشير وتزداد المجاميع. مشينا من بازل وهذا إلى وصلنا معمل مال بلوك، وهناك جنا قلابات 2 شالنا إلى شركة طارق. هناك 4 كيات، كان عددنا تقريبا 200، وزعونا ل4 كيات، 2 زرق و2 بيض. فوزعونا، أنا دزوني إلى الخاصة ومجموعتي 5 ويا أنا الأمير مالهم. فاشتبكنا في الليل، قتلوا ربعي، وأنا ظليت مصاب بالقصب. ثاني يوم والناس الأهالي قضبوني وسلموني إلى الأشايس.